وكر لتجار المخدرات، مسرح لعمليات الخطف والاغتصاب. هكذا هو حال مجمع مدارس التعليم الفني بمنطقة زرزارة بالصف، المقام على مساحة 5 أبدنة، ليتحول من منبر للتعليم إلى خطر يهدد الأهالي في أي وقت. دي مجمع العصابات والجماعة الهربانين واللي عليهم أحكام وكلها مشاكل، بيلاقوا العيال الصغيرة يهددوا فيهم ويخوفوا فيهم وممكن يخطفوا بنات. أنا أختي طلع عليها 2 وهددوها بالمطوة وقالوا لها طلعي اللي معاكي. ما نعرفش بقى الاثنين دول مين بالظبط، يعني متيتمين. كل يوم والتاني عيالنا بتيجي خايفه وبتيجي تجري، في ناس بتطلع عليهم من المدرسه زي انت شايفها ديت، بقى لها اكتر من 15 سنه واقفه زي ما انت شايف، ومن ضمن مجمع المدارس اللي احنا عارفينها تبع التربيه والتعليم ولا تبع مهندس المدينه ولا عارفينها تبع اي حاجه خالص. رغم اعلان وزاره التربيه والتعليم حاجتها لمليارات من الجنيهات لبناء الالاف من المدارس الجديده، إلا أن ذلك الواقع يؤكد أنها تمت بالإنشاء وتركت تطوير المدارس القديمة. المدرسة دي كذا مرة إن العيال تطلع تجري ونلاقي لمؤاخذة ناس تبقى قاعدة فيها متكممة بوشها وتاخد بعضها وتطلع تجري من أول ما تعرف إن إحنا تهجمنا عليها. هل إحنا عايزين نعرف المدرسة دي مدرسة ولا ورش ولا إيه بس؟ يعني إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين ده تابع لمين؟ الأبناء التعليمية استلمته ولا ما استلمتوش؟ ولغايه دلوقتي لحظتها دي زي ما انت شايف حضرتك كده هو مهمل لدرجه انه بقى يعني وكر لافعال شنيعه. ابني كان ماشي من ورا المدرسه ورايح نزل الصف شارع المركز، رايح رايح سمع صوت هنا، راح طلع في المدرسه بيشوف مين، راحوا رموه من ورا من المدرسه، طلع وقعوا من الرابع. مجمع استنزف ملايين الجنيهات من ميزانيه الدوله بهدف تخريج اجيال قادرة على بناء المستقبل، ليتحول اليوم إلى بؤرة إجرامية بسبب الإهمال وتجاهل المسؤولين. طبعا الصورة نضعها أمام السيد وزير التربية والتعليم الجديد، وإحنا بالفعل تواصلنا مع الوزارة